حكاية النهاردة بتبدأ بولد صغير اسمه أندي بيكون قاعد بيلعب بلعبته المفضلة وودي، وباين عليه إنه بيحبها أكتر من أي لعبة تانية. وبينما هو قاعد يلعب مامته بتنادي عليه علشان يساعدها في تحضيرات عيد ميلاده، فبيقوم ويسيب وودي. وأول ما أندي بيمشي بنشوف جوزي بيبدأ يتحرك وبيطلع إنه عايش، وكمان باقي الألعاب بيصحوا وبيتحركوا. وبنفهم إن كل لعبة فيهم بتتحرك وبتتكلم، بس بيخلوا نفسهم ساكتين ومتحركوش قدام الأطفال علشان يفضلوا فاكرين إنهم مجرد ألعاب. وقتها وودي بيجمع كل الألعاب وبيعمل اجتماع، وبيقول لهم إنهم لازم يخلوا بالهم من بعض كويس جدا علشان لما يجوا ينقلوا البيت الجديد محدش منهم يضيع أو يتساب وراهم. وبيفكرهم كمان إن النهاردة عيد ميلاد أندي، وساعتها كل الألعاب بتتوتر علشان خايفين إن أندي ياخد هدايا ألعاب جديدة وينسى اللعب القديمة. وودي بيحاول يطمنهم وبيقول لهم أندي بيحبكم وهيفضل يحبكم حتى لو جات له ألعاب جديدة. بس التوتر بيزيد أكتر لما أصحاب أندي يجوا علشان الحفلة، وأول ما أصحاب أندي بيوصلوا معاهم هدايا كتير جدا. وقتها وودي بيطلب من اللعبة اللي شبه الجندي تروح هي والفرقة بتاعتها علشان يشوفوا الهدايا دي فيها ايه. وفعلا الجنود بيروحوا ومعاهم جهاز لاسلكي، بيروحوا يتسللوا تحت الترابيزة وبيستخبوا كويس علشان ما حدش يشوفهم، وبيبدأوا يراقبوا كل هدية وهي بتتفتح، وبيقولوا لودي على اللاسلكي ان كل الهدايا ما فيهاش ألعاب. فكل الألعاب بتتنفس السعداء وبيطمنوا. بس فجأة مامة أندي بتقدم له هدية منها هي شخصية، وقبل ما وودي يعرف جوه الهدية دي ايه، الديناصور بالغلط بيوقع اللاسلكي. وساعتها بيسمعوا صوت أندي وهو طالع على السلم، فكل الألعاب بتجري بسرعة وترجع أماكنها علشان يفتكرهم أندي إنهم مجرد ألعاب. وبيدخل أندي الأوضة هو وأصحابه وهم مبسوطين جدا، وبيبان إن أندي بيرمي وودي من على السرير وبيحط مكانه اللعبة الجديدة. وأول ما وودي بيبص على اللعبة الجديدة بيكتشف إنها لعبة رائد فضاء، والمفاجأة الأكبر إن اللعبة دي متخيلة إنها فعلا رائد فضاء حقيقي في مهمة رسمية. وبيبدأ يتكلم مع الوكالة وبيقولهم إن المركبة بتاعته عطلت وإنه دلوقتي موجود على كوكب مجهول. وهو بيتكلم بيجي وودي وبيبدأ يرحب بيه ويفهمه الوضع، لكن باز بيبقى مشغول في كلامه وبيحاول يستخدم الليزر بتاعه اللي طبعا مش شغال أصلا. بعد كده باز بيتعرف على وودي وبيعرفه بنفسه وبيقول له أنا اسمي باز طاير وأنا في مهمة رسمية لإنقاذ المجرى. وودي وقتها بيبقى مش فاهم هو بيقول إيه ولا يقصد إيه بالظبط، وبيفضل باصص له باستغراب. تيجي باقي الألعاب وبيبدأوا يرحبوا بباز، وكلهم بيكونوا مبهورين بيه وبلعبته، خصوصا بالأزرار الكتير اللي في بدلة باز واللي كل زر منهم بيعمل حاجة، فبيتشدوا له قوي. وساعتها يبدأوا يتريقوا على وودي شوية لأنه ما عندوش أي حاجة زي دي، لا أزرار ولا أصوات ولا ليزر. وودي بيضايق شوية وبيروح يقول لباس إنه أخد مكانه لأنه المفروض إنه اللعبة المفضلة عند أندي. بس باز بيرد عليه بكل ثقة وبيقول له أنا مش لعبة، أنا رائد فضاء حقيقي، وبيفتح له جناحاته وبيقول له إنه يقدر يطير بيهم. وودي طبعا مش مصدق وبيقول له لو كده وريني الطير. وساعتها باز بينط من على السرير وهو بيقول بصوت عالي إلى اللانهائية وما بعدها، وبيتزحلق وبيتشقلب شوية في الهواء وبيخبط في لعبة معلقة في السقف، وبالصدفة بيرجع تاني على السرير. وقتها ودي بيقول له ده مش طيران، دي كانت سقطة حلوة. وفي الوقت ده بيرجع أندي البيت وبيبقى حزين علشان باز وودي مش موجودين، وكان نفسه ياخدهم معاه المطعم. في الناحية التانية وودي وباز محبوسين في أوضة سيد، واللعب اللي سيد بازهم بيبدأوا يقربوا منهم، وودي بيتوتر جدا لما بيشوف شكلهم وبيفتكر إنهم وحوش، بس مع الوقت بيكتشف إنهم مش شريرين، دول كانوا بس بيساعدوا بعض وبيحاولوا يصلحوا نفسهم بعد ما سيد بازهم. وباز بيكون متضايق جدا وبيبدأ يفقد الأمل تماما لما بيشوف إعلان في التلفزيون عن نفسه، وبيفهم أخيرا إنه مجرد لعبة مش رائد فضاء زي ما كان فاكر. فبيروح يحاول يطير من الشباك لكنه بيقع وبتتكسر جناحاته وبيبقى محبط وحاسس إنه ولا حاجة. ودي بيشوف اللي حصل وبيحزن عليه وبيحاول يطمنه ويقول له إن كونه لعبة مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة مهمة جدا لأن اللعب بتخلي الأطفال سعيدين. وفي اللحظة دي ودي بيحط خطة علشان يهربوا من بيت سيد قبل ما يفجر باز، وبيطلب مساعدة اللاعب اللي سيد كان بازهم، وبيبدأوا كلهم يشتغلوا مع بعض، وفعلا بيقدروا يخوفوا سيد عن طريق إنهم يمثلوا إنهم عايشين وبيكلموه بصوت واحد وبيقولوا له يبعد عن اللاعب. ودي لحظة مرعبة ومضحكة في نفس الوقت، وسيد بيجري وهو مرعوب ووعد إنه مش هيلعب بلعب تاني. وودي وباز بيجروا بسرعة علشان يلحقوا أندي قبل ما يمشي، وبيجربوا يركبوا في العربية لكن بيتأخروا وبيبدأوا يجروا وراها. وودي بيستخدم صاروخ كان سيد لازقه في ظهر باز وبيشغله، وبينطلقوا بسرعة في الهواء، وبيفتكر باز إنه هيطير فعلا، بس وودي بيقولوا إن دي مش طيارة، ده وقوع بشياكة. وفي الآخر ودي وباز بيقدروا يوصلوا للعربية وينزلوا جوه الصندوق مع باقي اللاعب، وكلهم بيفرحوا جدا وبيفهموا إن وودي كان صادق وبيرجعوا يبقوا أصدقاء تاني. وفي الكريسماس بيبقى كل اللاعب قاعدين مترقبين الهدايا الجديدة اللي ممكن تيجي، بس المرة دي بيبقوا مطمنين لأنهم عارفين إن أندي بيحبهم وإنهم مش مجرد لاعب، دول عيلته التانية.
الملخص ده بصوت عامر محمد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة فيلم مختصر على يوتيوب. وبس كده، سلام.